وبشكركم على انكم خصصتوا من وقتكم علشان تكونوا هنا. عارف ان الوقت بيكون اغلى حاجه بالنسبه لنا، وعلشان كده بحترم وجودكم جدا، وبنبدا في ميعادنا على طول. واللي اقدر اوعدكم بيه النهارده انكم هتطلعوا من الماستر كلاس دوت بمعلومات وخطوات حقيقيه لو طبقتوها فعلا ممكن تغير شكل البيزنس بتاعكم تماما يعني. لان النهارده مش هنحكي حكايات او نظريات، لا احنا هنتكلم عن استراتيجيه كامله اشتغل بيها مدربين كبار على مستوى العالم وحققوا منها ارقام كبيره جدا. وانت كمان تقدر تساعدك تقدم بيها عرض بقيمه عاليه جدا فعليا تساعد بيه اشخاص انه يحققوا اهدافهم. وتقدر كمان تسعر العرض بتاعك دوت بسعر هاي تيكت من غير ما تحس ان هو حاجه غاليه او حاجه عاليه، لانك انت بتقدم لهم قيمه عاليه جدا وهتساعدهم لوصولهم لهدفهم. لانه ببساطه العرض هيكون بيسوى فعلا يعني. الاهم من كده ازاي تحول اللي بيتابعك لمجتمع حقيقي يثق فيك ويسمعك ويشتري منك مره ورا الثانيه. وكمان الماستر كلاس دوت يعني هنتعلم فيه 7 خطوات اللي اشتغل بيهم كم كبير جدا من المدربين وحققوا نتائج مبهره. فعايزك تركز في كل خطوه علشان دي اللي بتوصلك للخطوه اللي بعدها. وعايز اقول لك فلو جاهز يعني نبدا دلوقتي. جهز ورقه وجهز قلم او نوتس كده علشان لو في اي حاجه حابب تسجلها ورايا. طيب خلينا نقول اول حاجه ان احنا النهارده هنكتشف 7 اسرار بيستخدمها اقوى 1% من المدربين على مستوى العالم، اللي زي ما قلت لكم لو طبقناها بشكل صحيح هنقدر نبيع تدريبنا او استشارتنا بقيمه اعلى 10 مرات من سعر المنافسين، وده لانه بنقدم قيمه حقيقيه. كمان اقدر ابيعه لاعداد كبيره في وقت قصير جدا. تمام. وكل ده طبعا بيشتغل بشكل مؤتمت او بشكل آلي من غير ما يكون عندك اي متابعين حتى لو لسه بادئ يعني. طيب خلينا نقول لمين الماستر كلاس دوت. اول حاجه للناس الكوتشز المدربين، الناس اللي عندها كورسات استشارات، او الشخص اللي هو عايز يبدا بزنس المعلومات او عنده خبره طبعا كبيره في مجال محدد او عنده مهاره محدده وعايز يقدمها في شكل كورس او استشاره. خلينا نقول بنهايه الماستر كلاس دوت ان شاء الله هتكون فاهم وقادر تعمل ازاي عرض لا يقاوم بقيمه عاليه جدا. وكمان بتقدر من خلاله انك تضاعف سعرك لانك بتقدم قيمه عاليه. كمان هتعرف من خلال الماستر كلاس دوت ازاي تحقق مبيعات حتى لو جمهورك صغير او ما عندكش جمهور خالص على السوشيال ميديا. كمان هتعرف تعمل اعلان مربح في 3 خطوات. تقدر لو مشيت على الخطوات ديت تعمل اعلان ناجح من اول مره. كمان هنتعرف على السيستم البيعي اللي مناسب ليك كمدرب في الاستراتيجيه بتاعتنا اللي تقدر تعمله ويشتغل معاك بقى بشكل آلي. سواء بقى انت مسافر، سواء انت موجود، سواء في اجتماع، سواء فاضي مش فاضي، ففي سيستم يكون شغال معاك بشكل آلي وبيدر عليك مبيعات بشكل يومي. طيب عايز اسال سؤال كده بسيط من الناس اللي حاضرين معانا. في كام واحد هنا او كام واحد منكم حاول يبيع الكورس بتاعه او الاستشاره بتاعته قبل كده وكان عنده تحدي؟ في اخر الويبينار دوت انا هشارك معاك ملف الاستراتيجيه الكامله اللي فيها ال7 اسرار اللي هي الاستراتيجيه بتاعتنا زي 7 فيجر فانل. فكون حريص للحضور لاخر الاستراتيجيه علشان اولا تكون فاهمها ويكون معاك الدليل دوت او الفايل دوت، بحيث انت وانت في اي وقت حبيت ترجع لاي نقطه فيهم يبقى معاك دليل تقدر يذكرك بالاستراتيجيه او وانت بتطبقها. كمان في بونص اضافي وده اول مره يعني بعمله في الويبينار. في اخر الويبينار برضو هشرح لك ازاي تبني مجتمع مهتم وبيثق فيك وبيشتري منك باستمرار من خلال حاجه اسمها الايكو سيستم. الايكو سيستم دي عباره عن مش فانل واحده او استراتيجيه واحده، لا عباره عن مجموعه من الاستراتيجيات اللي بيعملوها اكبر المدربين على مستوى العالم. بيكون عندهم ايكو سيستم كده بيدخل لهم مصادر دخل من كذا مكان مش من مكان واحد بس. يعني احنا النهارده بنشرح مثلا استراتيجيه اللي هي البرزنتيشن لايف او الويبينار، فدي هتدخل لنا مثلا مصدر دخل كبير من خلال الاستراتيجيه دي. لا انا ازاي ابني ايكو سيستم يكون عندي 4 أو 5 مصادر للدخل في نفس الوقت بحيث انا يكون اقدر اعمل دخل كبير جدا بشكل شهري.
انا عايزكم اول حاجه نكون مركزين كويس قوي، لان ممكن يعني الوقت اللي يفوتك يوقع منك حاجات كتير جدا، فخليك مركز لان كل دي فعليا مهمه. وفعلا الاسرار اللي هتسمعها هنا في الماستر كلاس دوت مش هتلاقيها في اي تدريب مجاني. تمام، لان دي خلاصه خبره وخلاصه تدريبات مع ناس واستشارات مع ناس داخل مصر وخارج مصر وتجربه عمليه. فكون حريص انك انت تقدر تعرف المعلومات ديت علشان تقدر تطور شغلك، فخليك مركز معايا. طيب، اولا مين انا وقصتي ايه؟ انا عبد الرحمن علي، بزنس كوتش متخصص في الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني والمبيعات، وبساعد المدربين واصحاب الكورسات والكوتشز على جذب عملاء بشكل مستمر وبشكل آلي من خلال استراتيجيات مجربه وناجحه وبنجربها على انفسنا يعني اول شيء. وكمان بدون ما يشترط انك انت يكون عندك جمهور كبير او يكون عندك محتوى ناجح على السوشيال ميديا. تمام. انا عندي خبره اكتر من 7 سنين في المجال، وساعدت العشرات من المدربين يبنوا سيستم بيع شغال معاهم على مدار الاسبوع وعلى مدار اليوم. تمام. طيب انا بدايتي ايه؟ اولا انا اتخرجت من كليه تجاره جامعه القاهره، اشتغلت في مجال المحاسبه حوالي يعني سنه. ما عجبنيش موضوع الوظيفه دوت. فحبيت اعمل شيفت كارير، اشتغلت في المبيعات 3 سنين، وبعد كده اشتغلت في التسويق حوالي 4 سنين، بس كان طبعا بشكل اوف لاين لحد ما جت كورونا سنه 2020. بس احيانا وانا كنت بشتغل في مجال التسويق كنت بدرس وبتدرب في التسويق والديجيتال ماركتنج، واخد كورسات وباخد استشارات، وبدات اطبق فعليا بشكل عملي، وبدات اشتغل مع كام عميل كده من المعارف والاقارب والصحاب، وبدات انزل فعلا لبعض الشركات واخد منهم شغل. بس كان بالنسبه لي الشغل ده كله كبار تايم يعني. تمام. وفي نفس الوقت كنت بشتغل في شركه التسويق دي لحد ما جت كورونا سنه 2020. اضطريت اقعد في البيت بشكل كبير، فما كانش عندي حل تاني. وانا كنت ساعتها متجوز حوالي بقالي 3 شهور. تمام، يعني انا موضوع كورونا ده جه 3 سنه 2020 تقريبا، وانا كنت متجوز في شهر 12 قبل. فانا قعدت حوالي بعدها 3 شهور اضطريت، ما كانش قدامي اي فرصه تانية ان انا اشتغل اونلاين بس. فبدات فعلا افتح شغل مع عدد كبير من الشركات، وده كانت فرصه بالنسبه لي لاني ده كان الوقت دوت كل الناس او اغلب الناس بدات تحول شغلها لاونلاين. فبدات فتحت شغل فعلا مع شركات ومع ناس اصحاب بيزنس، وبدات فعلا يبقى هو دوت البيزنس كارير بتاعي او الشغل الاساسي. وبعدها بسنه فتحت اول شركه تسويق ليا. والفتره الاخيره ديت بعد استشارات وخبرات كبيره بدات اتخصص مع عميل واحد اللي هم الكوتشز والمدربين، وده علشان يبقى عندي تركيز بشكل كبير جدا ان انا اقدر اساعدهم بشكل صحيح وبشكل مركز. وكمان ده بيعود عليا انا بحاجات انا اكتر جدا، وهنتكلم عنها بالتفصيل في الشرح بتاعنا. هنعرف ليه انا لازم اعمل لنفسي عميل مثالي واحد، ودي حاجه مهمه جدا، لانك لو فكرت تشتغل مع كل الناس دي مش هيكون للاسف افضل شيء. طيب خلينا يعني انا عايزك بس تفتكر لحظه من القصه البسيطه اللي انا حكيتها لك كده. يعني اللحظه دايما اللي بتشك فيها في نفسك ان الدنيا واقفه معاك، واللحظه اللي خلاص الدنيا قفلت معاك، لا هي فعلا نفس اللحظه اللي ربنا بيجهز لك فيها حاجه كبيره، وده حصل معايا انا شخصيا. طيب هنتكلم النهارده على ال7 اسرار او ال7 خطوات بتوع الاستراتيجيه بتاعتنا. ولما اقول مثلا السر رقم واحد عرض لا يقاوم، مش معناه كده انك انت الرقم واحد السر رقم واحد هتعمل عرض، لا، هو طبيعي اساسا علشان تبيع وعلشان تشتغل صح لازم تعمل عرض. فانت اساسا لو مش عامل عرض مش هتبيع، او يعني هتبيع بشكل بسيط جدا. فالسر هنا بقى مش انك انت هتعمل عرض، لا، طريقه عمل العرض. ازاي اعمل عرض بشكل صحيح، وعرض يكون قوي لا يقاوم، وكمان يكون هاي تيكت علشان يعود عليا بدخل كويس جدا. وفي نفس الوقت العرض دوت يكون بيوصل للشخص لهدفه، مش عباره عن ان انا ببيع تدريب او كورس في بعض المعلومات وخلاص، وبعد شهر او 2 الشخص ينساها
لا، انا هنا هدفي ان انا من مساعدتي للمدربين ان هو فعلا يكون عنده رساله ويوصلها للاشخاص الصح ويساعدهم في تحسين حياتهم، او انه يحقق فعلا هدفه او يحقق نتيجه فعليه من خلال التدريب بتاعه. السر الثاني اللي هنتعلمه النهارده كيفيه عمل الاعلان المربح حتى لو انا ما عنديش خبره في الاعلانات. رقم ثلاثة اللي هنعرف ازاي نعمل برزنتيشن لايف او ويبينار لايف او فيديو مبيعي. احنا طبعا الحاجات دي كلها كل جزئيه اساسا محتاجه تدريبات كبيره. احنا النهارده بناخد المعلومات الاساسيه اللي نفهمها ونقدر نتحرك بيها. بعد كده انت علشان توصل لحاجه كبيره في اي حاجه من الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده دي، فمحتاجه طبعا شغل على نفسك وخطوات وتدريب كويس جدا يعني. بعد كده هنتكلم على المكالمه البيعيه واغلاق المبيعات، كمان المتابعه، كمان هنتعرف على السيستم اللي المفروض تستخدمه كمدرب للاستراتيجيه ديت. كمان هنعرف السر السابع اللي هو الاطلاق المحدد بوقت. طيب خلينا نقول الاول، اول سر معانا هو ان انا ازاي اعمل عرض لا يقاوم. عايز اقول لك انك انت لما تيجي تقدم عرض تدريبي ما ينفعش تقدم عرض كده انك انت عندك كورس وخلاص او استشاره خلاص، لا لازم يكون معاك ادوات، لازم بيتقدم للمتدرب بتاعك في متابعه شخصيه، لازم تقدم له دعم اضافي واحد لواحد علشان تبقى مرجعيه ليه وعلشان تقدر تساعده فعلا يطبق الخطوات دي بشكل عملي. فلما العميل بيشوف ان القيمه عاليه جدا بالنسبه للسعر اللي هتطلبه، ده بيخليه يشتري منك فورا. خلينا ناخد مثال كده. كان في عندنا مدرب اسمه يوسف، ده مدرب استشاري علاقات. كان عنده كورس ب 3000 جنيه، رغم ان 3000 جنيه ده سعر قليل جدا، بس ولكن في السوق المصري يعني. ولكن هو كان في منافسين بيبيعوا يعتبر قريب من المحتوى بتاعه بيبيعوه ب 300 و500، يعني كانوا ضاربين السعر خالص. فكان للاسف بيعاني من البيع. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر بيقدم كورس فيه معلومات زيهم. فلما يجي له عميل هيقول له طيب انا هستفاد ايه او ايه الجديد؟ ما انا اروح اشتريه نفس المعلومات ديت من شخص تاني. تمام. فهنا يوسف بدأ يفكر ازاي يخرج من الموضوع دوت ويقدر يعمل عرض فعلا حقيقي علشان يقدر يبيع الكورس بتاعه. ففعلا بدأ يحصل له نقطة تحول من خلال قرر انه يعمل عرض. ما قررش انه يبيع الكورس بس، لان في ناس بتقرر تبيع المنتج بس او الخدمة بس او الكورس بس او الاستشارة بس. ولكن لو عملت عرض وسوقت للعرض دوت، انت فعلا كده هتقدر تبيع بشكل كبير جدا. فانت لما تيجي تسوق بتسوق للعرض، ما بتسوقش للمنتج او الخدمه. تمام. فهو قرر بدل ما يبيع الكورس بدا يعمل عرض ويسوق. وهنا بدا يحصل اختلاف معاه من خلال اضافه العرض دوت. حط جلسه استشاريه وعمل تشيك ليست وعمل خطه تنفيذيه لمده 14 يوم وعمل دعم على الواتساب. فكل دوت طبعا قوى العرض بتاعه وخلى مش موضوع كورس فيه معلومات، لا ده فيه حاجات قويه جدا تخلي اي حد يشتريه. ليه؟ لان هو انا دلوقتي هاخد منك التدريب او الكورس، هطبق وارجع لك على الواتساب مثلا. فانا بالتالي هنا في مرجعيه عندي فبتخليني اطبق بشكل صحيح، فبالتالي بيحصل معايا نتيجه. وده اللي يوسف عمله. وبعد كده فجاه الناس اللي كانت بتقول له لا ده السعر غالي بدات تقول كلام تاني خالص. بدات الناس تحجز بشكل كبير جدا. بدات الناس يعني تحس ان هو فعلا فاهمهم وقريب منهم. وفعلا بدات الناس تدفع له مبالغ كبيره في العرض بتاعه وبدا يبيع باعداد كبيره جدا. طيب ايه اللي حصل ليوسف؟ لانه ببساطه السعر ما بقاش غالي. هو الاول الناس كانت بتقول له السعر غالي، ده 3000 وفيه يعني نفس المحتوى دوت بيتقدم ب 300 و500. لا، هنا السعر ما بقاش غالي لانه القيمه بقت اعلى بكتير جدا، لانه قدم فاليو، قدم قيمه حقيقيه ومساعده حقيقيه للشخص انه يحصل على نتيجه. وعايز اقول لك الناس ما بتشتريش بسبب السعر، الناس بتشتري لما تحس انها بتاخد اكتر من اللي تدفعه. وده حقيقي، جربه على نفسك. اسال نفسك لو حد بيعرض عليك عرض، انت عمرك ما هتشتري حاجه غير لما تحس فعلا ان اللي هتدفعه دوت اقل بكتير جدا من الحاجه اللي هتاخدها. وعشان كده لازم يكون عندك عرض مليان قيمه مش بس محتوى. طيب خلينا نقول اول حاجه، انت حاول تبيع العرض، ما تبيعش
المنتج ودي قلناها. الحاجه الثانيه، حاول تكون داخل العرض في جميع المكملات اللي هيحتاجها. يعني ايه؟ يعني العميل ممكن يحتاج حاجات تعليميه تقدمها له، محتاج دان فور يو حاجات انت تعملها عنه قدمها له، محتاج العميل حاجات انك انت تعملها معاه دان ويز يو، اعملها مع بعض. محتاج العميل تولز ادوات، محتاج برامج، محتاج حاجات معينه انت لازم توفر له كل ما يحتاجه لتنفيذ هدفه. الحاجه الثالثه، ان العميل علشان يثق فيك ويمشي معاك الطريق لازم تبني جسر من الثقه معاه. يعني انا ما ينفعش النهارده اكون مثلا وليكن هناخد مثال جسر على نهر كده، انا واقف في مكان وهو واقف في مكان تاني، فما ينفعش اقول للعميل تعالى هنا المكان جميل، الجسر ده قوي، امشي الطريق دوت، ده انت هتكسب في المكان دوت، انت هتقدر تعمل حاجات كبيره. لا للاسف هو العميل مش هيمشي معاك الطريق بالشكل دوت. العميل هيبدا يمشي معاك لما يثق معاك. طب انت ازاي اخليه يثق فيا؟ اولا، باول حاجه ممكن اعمل له اراء عملاء. تاني حاجه كمان ممكن اعمل له آه، ارتجاع للاموال، يعني في ضمان ارجاع للاموال. طيب خلينا نتكلم دلوقتي في السر الثاني، ازاي اعمل اعلان ناجح. وانا شرح لكم في الملف بتاع الاستراتيجيه اللي هدولكم في الاخر في خطوات عمليه في الكتاب، احنا بس علشان وقت البرزنتيشن بتاعنا محكوم بوقت فمش هقدر اشرح لكم كل حاجه في العرض، لان موضوع العرض دوت كبير جدا. بس انا في الكتيب او في الفايل اللي هبعته لكم في شرح لخطوات هتمشي عليها تقدر تعمل العرض قوي جدا يعني. تمام. وانا بكون معاكم الدعم والمتابعه والرد على اي استفسار من خلال الجروب التليجرام. طيب خلينا نتكلم في السر الثاني، ازاي اعمل اعلان. ازاي اعمل اعلان ناجح ويجيب معايا نتيجه من اول مره وما يكونش بيسبب لي اي خساره. تمام. فاول حاجه الرساله الصح انك انت توصلها للعميل. يعني خلينا نتكلم ان انا يكون عندي رساله واضحه بخاطب بيها عميلي المثالي اللي انت محدده ومستهدفه. يعني ايه برضو؟ يعني انا دلوقتي بستهدف مثلا مدربين، اجي اتكلم مثلا معاهم في ريل، اجي اتكلم معاهم في اعلان، في ويبينار، في اي مكان. فبقول مثلا لو انت مدرب او كوتشز، انت شخص عندك كورسات، عندك استشارات، فبكلم العميل فهقول لك مثلا على 5 خطوات ازاي تقدر تعمل بيهم اعلان ناجح. فهيجي هنا الشخص اللي هو المدرب او الكوتش هو دوت اللي هينتبه للرساله بتاعتي او الاعلان بتاعي او المحتوى بتاعي. ولكن انا هنا لو بتكلم بشكل عامي فانا هنا مش هقدر اوصل للعميل والمبيعات اللي انا عايزها. فانا لازم يكون عندي رساله واضحه بخاطب بيها عميلي المثالي. تاني حاجه اني لازم الفت الانتباه. طيب انا بلفت الانتباه من خلال ايه بقى؟ من خلال الكرييتيف. ان انا لازم يكون عندي محتوى مرئي احترافي، ان انا لازم يكون عندي صور احترافيه، فيديوهات احترافيه، لازم يكون عندي زوايا مختلفه. يعني ايه؟ يعني انا بكلم العميل بتاعي وليكن مدرب، فانا لازم اكلمه بزوايا مختلفه. يعني مثلا اقول له مثلا مره عن مشكله هو بيعاني منها او الم، تاني مره اقول له مثلا من خلال الاهداف، ثالث مره مثلا اقول له من خلال حل لمشكله كبيره عنده. فانا هنا بقدر اعمل اعلان بزوايا مختلفه. فلازم يكون عندي عدد كبير جدا من الكرييتيف، ولازم يكون بيخاطب بيها عميلي المثالي، ولازم يكون فيها زوايا مختلفه علشان اقدر اوصل لاكبر عدد جدا من الجمهور. وده بينقلنا لحته الحاجه الثالثه في الاعلان، ان لازم يكون عندي تحليل دقيق جدا لارقامي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لازم يكون عندي ارقام فاهمها قبل ما انا اعمل الاعلان. يعني اول حاجه اسمها الرؤاز، ان انا دوت نسبه العائد على الاستثمار. يعني انا دلوقتي بدفع جنيه في الاعلان بترد لي 3. انا كده بشكل نظري ان انا باين قوي ان انا بربح في الاعلان. ان انا بحط جنيه مثلا او بحط دولار او بحط $100 بيرجع لي 3. طيب تعالوا نحسبها كده بشكل عملي. الشخص دوت لو هو عنده مركز تدريب او عنده شركه، هيجي اخر الشهر يلاقي نفسه عنده مصاريف تانية ما كانش حاططها في الحسبان. هو حسب بس تكلفه الاعلان من الارباح، ولكن هو ما حسبش المرتبات والايجارات والكهرباء والضرائب وكل المصاريف اللي عنده. لازم دي تدخل تحت بند ان انا عارف هصرف كام وهيعود عليا بايه. تمام. يعني
انا دلوقتي مثلا حتى لو انا شخص ما عنديش مركز تدريب او ما عنديش شركه، فانا بعمل تدريب كده لسه وببدا، فانا عندي مصاريف تانية زي ادوات، زي حاجات تانية بصرفها مع الاعلانات، فلازم ادخلها تحت العائد على الاستثمار يكون كام. يعني انا دلوقتي مثلا بحط $100 في الاعلان، بيجي لي 3. هو الاعلان كده عمل اللي عليه ونجح، تمام. ولكن انا لو طلع مصاريفي 5، فانا كده هلاقي نفسي خسران. ولكن طب انا في الحل دوت ممكن اعمل ايه؟ في الحل دوت ان انا لازم يكون اقدم قيمه عاليه وازود السعر بتاعي علشان اعلي الرؤاس بتاعي. ان انا دلوقتي بدل ما كنت ببيع كورس ب $20 مثلا، ابيعه ب $100 مثلا او $200 او $300 واقدم قيمه عاليه. فانا دلوقتي مهما اصرف في الاعلان، فبالتالي هو بيعود عليا بنتيجه فعليه وبربح. افترض البيعه وقفت عليا ب $10 $20، فانا كده كده عندي المنتج او الخدمه بتاعتي ب $200 مثلا، فهنا اقدر فعلا الاعلان بيكون ربحان بشكل كبير جدا، تمام. فما ينفعش انا يكون اساسا مصاريفي $30 او الخدمه او المنتج او الكورس مكلفني $30 وانا ببيع الكورس ب $20، فدي بتبقى خساره. وفي ناس للاسف كتير جدا ما بتاخدش بالها من الموضوع ده. الحاجه الثانيه اللي برضو لازم ناخد بالنا منها، السي بي اي اللي هي الكوست بير اكوزيشن، ان انا ديت لازم احسبها برضو تكلفه البيع. يعني انا لو ببيع كورس مثلا اللي هو اللو تيكت اللي هو ب $9 و$10 و$7، الحاجات ديت طبعا هو ما بينفع، يعني ما ينفع الاستراتيجيه دي، ما ينفعش ابيعه هو لوحده، بيبقى في حاجات ماكسمايزر زي اوردر بامب، اب سيل، داون سيل، حاجات تانية كتير جدا، وهاي تيكت في الاخر. ولكن هفترض الشخص اساسا انا ببيعه دلوقتي ب $9، فانا الكوست بير اكوزيشن بتاعي اساسا او البيعه كلفتني مثلا من ميتا او على الفيسبوك او جوجل مثلا كلفتني $10 او $15، فانا هنا كده هبقى خسران. ولكن لازم اظبطها مع حاجه تانية اللي هي ال تي اي ديت، اللايف تايم افريج. اللايف تايم افريج ديت انا بربح من العميل كام على المدى البعيد، يعني على مدار سنه مثلا او مدار 6 شهور. فانا هنا لو خدنا نفس المثال اللي هو قلناه من شويه، الشخص اللي عامل لو تيكت او كورس رخيص ب $9، فبالتالي هنا اول مره مثلا لو البيعه مكلفاني $10، فانا هنا يبان قدام الارقام ان انا خسران، ان البيعه جات لي ب $10 وانا اساسا يعني بربح من الكورس $9، تمام. انا هنا على فكره على المدى البعيد لو حسنتها على اللايف تايم افريج هكون كسبان وكسبان كتير جدا. ليه؟ لاني الشخص دوت مش هيدفع لي مره وبس، الشخص دوت شخص جاد ومهتم بشغلي ومهتم بما اقدمه، فبالتالي اول مره دفع لي $9، بعد كده ممكن يدخل معايا تدريب كبير ب $300، بعد كده ممكن اقدم له خدمه ب $1000، فهلاقي من على اخر السنه ممكن متوسط العمله بكسب من العميل $500 مثلا. فلازم اكون عامل حساب اللايف تايم افريج. طيب الكوست بير اكوزيشن لو عالي مني، يعني مثلا هو اعلى من الدخل، يعني تكلفه البيعه اعلى من الدخل، فيها خساره، اعمل ايه علشان اعدل الموضوع دوت او اصلحه؟ اول حاجه ممكن استهدف فئه جديده وليس عميل تاني، فئه جديده. يعني انا مثلا ممكن اكون مثلا مستهدف جمهور مصر الاول مثلا في مصر، لا ازود بلد تانية، ازود افتح جمهور تاني مثلا في الخليج، افتح جمهور تالت مثلا في دول الشام، فابدا اوسع الجمهور. طب ايه العلاج التاني علشان اقلل تكلفه البيع عليا؟ ان انا اعمل كرييتيف بشكل مستمر ومختلف ويشد الانظار، تمام. فده علاج الكوست بير اكوزيشن. وعرفنا الحاجه الثالثه اللي هي اللايف تايم افريج، دي انها مهمه جدا. ان انا في الاول ممكن اكون لو انا يعني شغال باستراتيجيه اللو تيكت، وحتى لو انا مش حاطط معاها اي ماكسمايزر، فانا كده كده مش خسران، فانا كده كده اوريدي العميل دوت على مدار السنه هكون كسبت منه اكتر بكتير جدا من اللي انا دفعته فيه. طيب خلينا ندخل في السر الثالث بعد كده، ليه لازم اعمل ويبينار او فيديو مبيعي؟ طيب اولا الويبينار هو فعلا سلاح ذهبي، انت لو فهمته صح واستخدمته صح هتلاقي نفسك انت ده بالنسبه لك حاجه كبيره جدا وبتشتغل بيه بشكل مستمر. ليه؟ لانك انت
اولا بيدي العميل انه يعني انك انت حاسس بيه وفاهمه. تاني حاجه بتديله خبرتك، وبتديله تفاصيل كتير عنك في ساعتين او في ساعه، فبتقدم له قيمه عاليه، وبتقود الخطوه اللي بعدها بسرعه، اللي هو مثلا شراء او مكالمه او يحجز معاك، يكلمك على الواتساب، تقدر تغلق معاه المبيعات بسرعه. فبالتالي الويبينار بيقرب مسافات كبيره جدا. فتخيل انك انت بتبيع ل 100 عميل في نفس الوقت، في ساعه واحده مثلا او في ساعتين. فتخيل مثلا منهم على الاقل هتعمل اغلاق او مبيعات على الاقل مثلا 10% مثلا. يعني هنقول مثلا من ال 100 شخص دوت ممكن يطلع معاك 10 اشخاص تمام يشتروا منك. هي مش نسبه ثابته، ولكن بنسب كبيره جدا، احيانا بتعلى واحيانا بتقل عن كده. تمام. وطبعا بيختلف حسب العرض والشخص، وبيختلف حسب معايير كتير جدا. ولكن في المتوسط مثلا لو 5% 10% اشتروا منك، فانت حققت انجاز كبير جدا وفي وقت قليل جدا. لانك انت في الطبيعي اساسا لو عملت اعلان عادي والناس كلمتك على الرسائل على الواتساب او الماسنجر، فبيقعدوا فتره كبيره جدا تقنع فيهم، وبياخد وقت كبير جدا علشان يثق فيك. وبعد ما تقعد تتكلم معاه 3 ايام وضيعت وقت كبير جدا ومجهود منك، كنت انت ممكن تستفاد بالوقت دوت في تطوير شغلك، في الاخر بيروح يشتري من منافس تاني. ولكن الويبينار بيديله قيمه عاليه جدا، وبتقدر من خلاله عدد كبير بيشتري منك وفي نفس الوقت. كمان عايز يعني اديكم مثال كده عن الويبينار. انا دلوقتي لو بقدم محتوى، فانا دلوقتي عميل هيشوفني مره مثلا كل 3 ايام دقيقه ريل مثلا، هيشوفني مثلا كل اسبوعين او 3 فيديو على اليوتيوب مثلا 10 دقائق، هيشوفني مثلا كل شهر ابعت له ايميل. فبالتالي انا ممكن على مدار السنه العميل ما يقعدش معايا 10 دقائق، او ممكن ما يكونش فاكرني اساسا، لان انا ما حضرليش وقت كبير ولا بتركيز. ولكن انا لما بحضر معاه وبنقعد مثلا لمده ساعه ونص او ساعتين، فده بيسيب طابع كبير جدا، وبيسيب ثقه، وفعلا بيبقى عايز يشكرك لانك انت اديت له قيمه حقيقيه وفعليه ازاي يطور من خلالها شغله. خلينا ندخل بعد كده على السر الرابع، المكالمات البيعيه. المكالمات البيعيه، العميل بعد ما بيشوف ان الويبينار، العميل بيكون بشكل كبير جدا مستعد يتكلم مع حد. لو انت بتبيع خدمه هاي تيكت مثلا $500 $1000، فيفضل بتعمل مكالمات بعد الويبينار. فلو كلمته بسرعه وحضرت له يعني كل الاعتراضات او جاوبته على كل الاعتراضات، فبنسبه كبيره جدا هيشتري منك. ليه؟ لانك فرصتك في البيع بتكون كبيره جدا من خلال المكالمات. تمام. بتختلف بشكل كبير جدا عن الرسائل وعن المتابعات العاديه زي الواتساب وزي الايميل ماركتنج والحاجات دي. خلينا نقول احصائيات عن البيع في المكالمه. في يعني 61% من المشترين بيفضلوا التحدث لفعلا انسان يعني مباشر بعد ما بيحضر معايا مثلا. ليه؟ بيساعده بشكل كبير جدا في اتخاذ قرار الشراء، خاصه يعني في المنتجات الرقميه او التعليميه او الاستشاريه. كمان في الاحصائيه بتقول ان الشركات اللي بتستخدم المكالمات كجزء من نظام البيع بتحقق متوسط زياده عن الشركات العاديه او المثيله ليها بنسبه من 30 ل 50%. علشان يعني المقارنه دي ما بين الناس اللي بتستخدم مكالمات والناس اللي بتستخدم طرق مؤتمته فقط. مؤتمته دي بشكل آلي، يعني ان هو يدخل يشوف فيديو، يلاقي لينك، يدخل صفحه البيع، يشتري من نفسه من غير ما يتواصل مع اي حد. دي كده اسمها طرق مؤتمته. ولكن لما بيكون في تواصل مع شخص فنسبه المبيعات هنا بتزيد بشكل كبير جدا. في السر الخامس في الاستراتيجيه بتاعتنا، انك انت تعمل متابعه صح. لان مفيش بيع هيتم من غير ما تعمل متابعه بشكل صحيح. فلازم اول حاجه العميل لما بيحجز معاك الويبينار او البرزنتيشن لايف، اول حاجه بتبعت له رساله شكر. تمام. ان هو تمام تم تسجيلك بنجاح، وشكرا لتسجيلك، وده لينك الحضور، وكمان انضم للمجتمع بتاعنا، وكمان
ضيف الميعاد دوت في الكالندر بتاعك، وبيعرفوا ميعاد الويبينار او التدريب او البرزنتيشن او الورشه بشكل عام. وكمان في رسائل بتتابع بعدها قبل الحضور مثلا للتذكير، مثلا قبلها بيومين او قبلها بيوم وقبلها بساعه وقبلها مثلا ب 10 دقائق. فدي رسائل تذكير، والكلام دوت كله بيتم بشكل اوتوماتيك، تمام، عن طريق حاجه اوتوميشن بيرسل بريد الكتروني ورسائل عبر الواتساب يعني. تمام. كمان في رسائل بتكون بعد الحضور للمتابعه بشكل كبير جدا. تمام. فلازم المتابعه بعدها بيترسل له حوالي من 5 ل7 رسائل، وفي ناس بترسل اكتر، يعني مثلا 3 رسائل بتعرفوا ان هو تم حضوره وبتحفزه ان هو يشتري العرض، وفي 3 رسائل تانية مثلا بتقول له طيب لو عندك استفسار او حاجه نقدر نطلع مكالمه. في حاجه تانية مثلا تقدر تبعت له ملخص للبرزنتيشن. في رسائل كتير بتقدر تساعده وتحفزه ان هو يشتري العرض بتاعك. كل ده في الاول وفي الاخر بيعتمد على قوه العرض بتاعك، هيساعده قد ايه وهيفيده ولا لا، وهل العرض بتاعي انا هياخد الشخص دوت من الخطوه A للخطوه B ولا لا. فالشخص فعلا لو شايف ان العرض هيساعده وهينقله من خطوه لخطوه ونتيجه افضل، فاكيد هيكون معاك وهيشتري من اول مره، بالذات لو كان حضر معاك ويبينار. واحنا في نهايه بعد ما هنقول ال7 اسرار دول هقول لك على حاجه اسمها ايكو سيستم، بتقدر من خلالها تدخل عملاء من كذا طريقه وكذا استراتيجيه، بس طبعا دي بتتعمل بشكل متوالي، يعني مش بشكل مع بعض كله، لا، وبيحصل تراكم بشكل متسلسل ورا بعض. في بعد كده عندنا السر السادس، وهو ازاي بقى ابني سيستم بيبيع لي بشكل اوتوماتيك، بشكل آلي. تمام. السيستم هو دوت ماكينه التشغيل الخاصه بالبيع بتاعك. فانت لو ما عندكش سيستم فانت يعتبر كده كأن عندك مصنع ما فيهوش مكن، في كل حاجه ناس بتشتغل بايديها. فتخيل كم المجهود وكم الوقت اللي هيضيع علشان تقدر تحقق اهدافك او ارباح او نتائج كبيره. فالسيستم بيوفر عليك حاجات كتير جدا. السيستم هو عباره، اللي هو الفانل، عباره عن مكان بيدخلوا الناس من اعلان، بيشوفوا انت هتقدم ايه بالظبط. انت بتعرض عليهم تدريب، بتعرض عليهم ورك شوب، بتعرض عليهم ويبينار، بتعرض عليهم ماستر كلاس، بتعرض عليهم تحدي. بس يفضل الحاجات دي تكون لايف، فلما يسجل فيها بيروح لخطوه تانية، بعدها بيروح لصفحه تانية اللي هي صفحه الشغل، وبعدها بيروح بتسجل في قاعده البيانات بتاعتك او الايميل ماركتنج بتاعك، بيبدا يبعت له رسائل بشكل مستمر، وانت الشخص دوت بنيت على اساسه بقى واحد من ضمن قاعده العملاء بتاعتك. هنفهم برضو يعني اهميه ايه قاعده العملاء. دلوقتي لما شركه امازون اشتريت سوق كوم، ما اشتريتهاش اشتريتها ب 580 مليون دولار على فكره، وما كانش سبب الشراء ان هم مثلا عندهم كوادر كبيره او عاليه ولا عندهم مباني فخمه، لا، ده كان سبب حاجه واحده بس، هي قاعده العملاء. ودي بتقدر تبنيها لما بيكون عندك سيستم شغال بشكل آلي، بيقدر يجمع لك قاعده العملاء والمهتمين، ودي هشرحها لكم في الايكو سيستم اللي هقوله لكم كمان شويه. فهنا السيستم بيمشي كالتالي: اعلان، بيروح على صفحه هبوط، بيروح على صفحه يسجل فيها بياناته، بيحضر ويبينار او بيحضر برزنتيشن، بعد كده بيحصل بيع، وبعد كده بيحصل مكالمات للمتابعه وبيحصل فيها بيع، وبيحصل في متابعه بالرسائل وبيحصل برضه بعدها بيع. وبالتالي بيكون عندك سيستم شغال بشكل آلي وبشكل مستمر بتقدر تبيع من خلاله. وهقول لك ازاي تكبر السيستم دوت وتدعمه. تمام. السر السابع: الاطلاق المؤقت او المحدد بمده. ما ينفعش دلوقتي ان انا اعمل عرض يفضل مفتوح معايا على طول، اي حد في اي وقت عايزه يجي يشتري، لا، ما ينفعش. فلازم احدد موعد بدايه ونهايه. طب ليه ما ينفعش؟ لان اولا دوت بيقلل من قيمه العرض بشكل كبير جدا. ثانيا الشخص هيسوف وبنسبه كبيره مش هيشتري وهينسى
وهيروح ممكن لناس تانية ولو احتاج الخدمه. فلازم يكون انا محدد موعد بدايه ونهايه، او يعني احدد تايم محدد، او احدد لكميه محدوده، يعني مثلا ل 10 مثلا اشخاص، 20 شخص هم اللي هيستفادوا بالعرض، 50 شخص، حسب انت بتقدم ايه بالظبط، او حسب الخدمه اللي بتقدمها، او التدريب، او المساعده اللي هتساعد بيها الناس، اكيد ليها طاقه وعدد محدد. اما لو عرض مثلا انت بتبيع حاجه مثلا اونلاين، فانت لازم تحط له تايم محدد للنهايه. ويمكن في مثال ان هو مثلا شركه ابل لما بتطلق عرض مثلا، هفترض مثلا انها هتطلق فيرجن جديد، فيرجن مثلا 17 او 18 ايا كان، فهتلاقيه مثلا تخيل قالت لك معروض فقط لمده 5 ايام، فهتلاقي كم كبير جدا من الناس اتزحمت علشان تقدر تحصل على العرض دوت. ليه؟ لان هم شايفين ده حاجه قيمه وحاجه عاليه فهم محتاجينها، فهيعمل اي حاجه علشان يقدر يحصل عليها. بل بالعكس، بل في ناس ممكن تنتهز هذه الفرصه، تقول لك حتى لو انا مش محتاجه انا هشتريه، وممكن بعد انتهاء العرض دوت انا اقدر ابيعه بضعف ثمنه. فهنا العرض لما يكون محدد بوقت بدايه ووقت نهايه بيفرق معاك جدا. وكمان طيب انا الناس اللي هتجيلي بعد انتهاء العرض، اولا لازم اكون صادق معاهم واقول لهم فعلا ان العرض انتهى، ولكن انا مش هسيبه، انا هسجل بياناته عندي، وهقول له ان شاء الله في الاطلاق الجديد هنبعت لحضرتك، يعني حضرتك هتكون على الويتنج ليست، هيتبعت لك رساله مثلا على الواتساب او على الايميل، او حد هيتواصل معاك بحيث تقدر تحصل على العرض من تاني لما ينزل مره تانيه. فبالتالي هنا هيكون عندك عدد كبير جدا من الاشخاص مستنيين الاطلاق بتاعك، ومجرد بس ما هتطلقه هو اوريدي اتباع قبل ما تنزله يعني. طيب خلينا نراجع كده مع بعض ال7 اسرار اللي قلناهم. اولا ازاي اقدر اعمل عرض لا يقاوم بقيمه عاليه، وان يكون في خطوات او في مكملات بتساعد الاشخاص اللي انا هقدم لهم العرض دوت ان هم يحققوا نتيجه او يحققوا هدفهم. تمام. وليكن مثلا شخص مثلا، ولازم يكون العرض دوت يكون محدد بوقت، يعني انا مثلا يكون شخص مثلا عايز يخس، فاقول له مثلا انا عندي برنامج تدريبي هيخليك تخس مثلا 10 كيلو في خلال مثلا شهر. تمام. فانا كده حطيت له تايم. طيب في واحد تاني صاحب شركه مثلا محتاج ناس يكلموه كل يوم، فانا هقول له مثلا لو انا بعمل تسويق هقول له مثلا انا هجيب لك كل يوم 10 يحجزوا مكالمه معاك، وبالتالي انت فريق المبيعات يقدر يعمل معاهم اغلاق بيع او بيعتين من خلال ال 10 دولار. تمام. لان نسبه التحويل في المكالمات بتكون يعني بتوصل احيانا ل 25 و40 و50%. فلو 10 حجزوا مكالمه معايا كل يوم، فانا بالتالي ممكن ابيع 2 او 3 حتى لو السعر هاي تيكت ب 1000 او 2000 او 3000 دولار. تمام. فانا العرض بتاعي لازم يكون قوي، لازم يكون فيه خطوات وفيه مكملات بتوصل العميل لهدفه، وكمان لازم يكون محدد بتايم، اني في خلال وقت محدد ان انا هقدر اساعدك تحقق هدفك. كمان اتعلمنا في الاعلان 3 حاجات. ازاي؟ اول حاجه ان انا اعمل رساله صح بخاطب بيها عميلي المثالي، ما ينفعش اخاطب كل الناس، لازم يكون عندي رساله واحده بخاطب بيها عميلي المثالي. كمان عرفنا ازاي علشان اقدر اجذبه لازم يكون عندي كرييتيف بشكل مختلف وبزوايا مختلفه. كمان عرفت تحليل الارقام مهم جدا، وان انا اكون حاسب الارقام بتاعتي قبل ما اعمل الاعلان، ان انا محتاج العائد على الاستثمار بالنسبه لي كام، هل انا محتاج 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، علشان ممكن يكون انا مصاريفي 5 وانا الاعلان جايب لي 3، فانا بالتالي هنا الاعلان يبان بشكل نظري ان هو ربحان وناجح، ولكن بشكل عملي انا بكون او بشكل حسابيا يعني بلاقي نفسي خسران. فلازم اكون واخد بالي من الحاجات ديت. وكمان عرفنا الكوست بير اكوزيشن، ان انا لازم اخد بالي من البيعه، ولو حسيت ان البيعه تكلفتها اعلى من ربحها، فانا بالتالي لازم اعمل كرييتيف زياده واوصل لجمهور اكبر، واوصل بزوايا مختلفه لعدد كبير جدا من الناس علشان تكلفه البيع عليا تقل شويه. وكمان عرفنا ان اللايف تايم افريج بتاع العميل بتاعي ده مهم، ومثلا لازم احسبه على مدار السنه او ال6 اشهر او ال3 شهور، ان انا بكسب من العميل بتاعي كام. انا فعلا الاول ممكن ادفع 20 دولار على عميل واحد
وهو هيشتري مني اساسا كورس ب 9 دولار، او ممكن ادفع عليه فلوس اساسا علشان اخليه يحضر مثلا ورشه مجانيه. تمام. ولكن في الاخر على مدار السنه انا بكون ربحان من العميل ده كام. فاول مره ممكن اكون فعلا انا خسران في البيعه او ربحان منه 9 دولار، ولكن على مدار السنه ممكن اكون ربحان منه 500 600 دولار لما ابيع له تدريب واثنين وثلاثه واكتر من كده. وكمان عرفنا اهميه ان انا لازم اعمل برزنتيشن لايف علشان يعلي الثقه مع العميل ويعرفني، ونبني جسر من الثقه ويقدر يمشي معايا في الخطوات اللي بعد كده. كمان وبوفر عليه كمان وقت كبير جدا ومجهود من تقديم محتوى واعلانات اللي هي رسائل والكلام ده كله. فانا الويبينار بيختصر لي اللي ممكن اعمله في سنه ممكن اعمله في خلال جلسه في ساعتين. تمام. كمان عرفنا اهميه المكالمات البيعيه وازاي اعمل ان انا يكون في السيستم بتاعي فيه مكالمات بيعيه. ليه؟ لانها بنسبه كبيره جدا بتعلي نسبه المبيعات، والاغلاق بتاعها بيوصل احيانا ل 50%. يعني ممكن في البدايه لو شخص مش محترف في المكالمات او الشخص بتاع المبيعات اللي هيكون معاك او لو انت بتتكلم، فممكن في الاول تبقى 10 20%، ولكن بتوصل احيانا ل 40 و50%. ف والمكالمات البيعيه دي بتكون يعني بتفضل في الحاجات الهاي تيكت اللي هي بالنسبه لنا من 200 دولار فاعلى. تحت ال 200 دولار ممكن حاجات بقى عن طريق اتمته، يعني حاجات صفحه بيع، الشخص يدخل يشوف فيديو يضغط على زرار صفحه شراء يشتري بشكل آلي. دي كلها حاجات مؤتمته. ممكن لو حاجات رخيصه اقل من 100 او 50 دولار فيفضل الحاجات المؤتمته، ولكن في الحاجات الهاي تيكت يفضل المكالمات. وطبعا المتابعه عن طريق الرسائل بالبريد او الواتساب بتكون مهمه جدا علشان تقدر ترد على اعتراضات الشخص، تقدر توصل له معلومات هو ممكن ما فهمهاش في العرض بتاعك علشان يتذكرك بشكل مستمر. والمتابعة مش لازم تكون كلها بيع. المتابعة ممكن تطمن عليه، المتابعة ممكن تكون بتقول له كل سنة وانت طيب، المتابعة ممكن تكون برسالة بتدي له معلومه وبتدي له فكره، بتعمل مثلا كورس مثلا مجاني وتبعته له. فالمتابعه ليها طرق كتير جدا وحاجه مهمه جدا في البيع. بخصوص المتابعه يمكن كان في شخص في الخمسينيات كان الشخص دوت ناجح جدا في بيع السيارات. اكبر شخص كان بيحقق مبيعات على مستوى العالم في بيع السيارات، كان بيحقق تقريبا بيبيع حوالي 13 سياره كل يوم. ده رقم ضخم جدا وكانت الناس بتستغرب. فلما سالوه ايه السر انك انت بتحقق المبيعات دي كلها، قال لهم سبب بسيط جدا، ان انا مع بدايه شغلي اي عميل كان بقابله او كان بيجي لي المعرض او كان بتواصل معاه باي طريقه، باخد عنوانه. زمان بقى ما كانش فيه ايميل ماركتنج ولا كان فيه واتساب ولا الكلام ده كله. كان بياخد عنوان بيته بيبعت وتاريخ ميلاده وشويه تفاصيل عنه. فبالتالي كل مثلا عيد ميلاد خاص بالشخص ده يبعت له مثلا برقيه فيها كل عام وانت بخير. جه مثلا مناسبه اعياد خاصه بيهم مثلا كريسماس حاجات زي كده يبعت لهم يعني برقيه برضه بعيد. فانت تخيل انت حد بيعمل معاك كده وفكرت في يوم تشتري المنتج او الخدمه بتاعته، فاول واحد هيكون في بالك هو الشخص دوت. فعشان كده المتابعه مهمه جدا. كمان السيستم عرفنا ان هو الحاجه الاساسيه او المكنه للتشغيل للكل بقى السبع خطوات دولت. يعني علشان تشغل المكنه دي كلها لازم يربطهم سيستم ويكون شغال بشكل آلي علشان يوفر عليك وقت ومجهود كبير كمدرب، وتقدر من خلاله تعمل مبيعات بشكل مستمر. وعرفنا كمان فائده الاطلاق المحدد بوقت سواء للعرض بتاعي او للتدريب بتاعي، فبالتالي لازم اكون محدد له وقت بدايه ووقت نهايه. طيب خلينا بعد كده هقول لكم بقى البونص اللي يعني اتكلمنا عنه النهارده، ازاي ابني مجتمع مهتم يعني بما اقدمه وعمل ايكو سيستم. طيب انا ازاي ابني مجتمع مهتم بما اقدمه كمدرب من تدريبات وكورسات واستشارات ومساعده، وازاي كمان ابني ايكو سيستم. يعني ايه ايكو سيستم؟ ايكو سيستم ديت يعني بالظبط كده زي الرسمه اللي احنا شايفينها، مكان
بيدخل لي منه كذا مكان، يقدر يدخل لي منه عملاء لهدف واحد بس، لهدف واحد بس اللي هو العرض بتاعي اللي انا بسوقه. طبعا ما يكونش عندي 15 كورس وانا عايز اسوق لهم كلهم مره واحده، لا ما ينفعش. انت ممكن تعمل في الحاله دي اكاديميه واحده وبتحط فيها الكورسات بتاعتك دي كلها وبتسوق للاكاديميه. ولكن انت العرض بتاعك لو انت مدرب او انت شخص بتقدم استشارات او كورس واحد مثلا، فانت لازم يكون العرض بتاعك كله حوالين حاجه واحده، يعني التسويق بتاعك كله يكون حوالين العرض بتاعك فقط. طيب احنا النهارده مثلا وليكن اتكلمنا على استراتيجيه واحده اللي هي استراتيجيه الويبينار فانل، اللي بقدر اعمل منها مثلا دخل بشكل سريع وبشكل كبير. وليكن مثلا انا العرض بتاعي مثلا ب 200 دولار، تمام. و200 دولار دي اقل حاجه علشان تعمل يعني شغل كويس وربح كويس، ومقابل القيمه اللي انت هتقدمها للشخص اللي هي مساعده. ليه؟ لان الشخص مثلا لما تقدم له تدريب او استشاره وحياته تتغير، مثلا شخص كان عايز يحقق مثلا يحسن علاقاته مثلا مع زمايله في الشغل او في بيته، او مع يحسن سلوك اولاده، او شخص مثلا كان عايز يحقق دخل اضافي مثلا، وانت ساعدته انه يعمل مثلا اول دخل اضافي ليه مثلا اونلاين، وليكن مثلا ساعدته يعمل 1000 دولار زياده مثلا كل شهر. فهي دي قيمه بالنسبه له كبيره جدا. فانت لما تيجي تطلب منه مقابل القيمه اللي انت اديتها له دي، فانت بتاخد حاجه قليله جدا مقابل القيمه اللي انت اديتها له. فبناء مجتمع انك انت بتدخل ناس في مكان واحد حوالين العرض بتاعك من كذا مكان متعدد. طيب احنا النهارده مثلا علشان انا كمدرب او علشان انا شخص كوتش عايز اشتغل بشكل احترافي واكون زي المدربين اللي على مستوى العالم اللي بيحققوا فعلا ارقام كبيره جدا، فبيكون عندي كذا مصدر للدخل. احنا النهارده اتكلمنا على اول طريقه او اول سيستم. هو ما ينفعش طبعا ان انا اعمل كل دوت مره واحده، ولكن انا بديها لكم كمعلومه لازم تكون عندك علشان لما تيجي تطور شغلك بعد كده تبقى انت عارف الطريق اللي هتمشيه ايه. في 4 فانل اساسيه للمدربين. اول فانل اتكلمنا عنها النهارده اللي هي فانل الويبينار فانل، تمام. وعرفنا ازاي بتسوق لها وازاي بتقدر تشتغل عليها علشان تقدر تقدم فيها خبراتك ومهاراتك والناس تثق فيك ويشتروا منك في وقت قليل جدا وباعداد كبيره وبارقام كبيره، تمام. طيب وليكن انا هقدم كل شهر مثلا ويبينار، حضروا 100 200 شخص مثلا واشترى مني 10 اشخاص مثلا بالعرض بتاعي مثلا ب 200 دولار مثلا، فانا كده عملت مثلا 2000 او 3000 دولار، تمام. طيب انا بقيه الشهر بعمل ايه؟ فلازم يكون عندي حاجات تانية بعملها. طيب في الفانل التانية اللي ممكن اعملها فيما بعد مثلا اشتغل من 3 ل6 شهور على الاستراتيجيه دي وتنجح معايا وبقيت متمكن جدا فيها وبقت شغاله بتجيب لي فلوس. بعد 3 او 6 شهور بنقل على الاستراتيجيه اللي بعدها، وليكن او الفانل اللي بعدها حاجه اسمها كول فانل، ان انا بدخلهم على فانل تانية مكالمات. بيكون عندي عدد كبير جدا من الناس اللي عرفتني، وكمان في طريقه معينه بنعمل بيها ماركت، بنوصل لناس جديده بندخلهم على فانل يحجزوا من خلالها مكالمه. فبالتالي هيكون عندي كل يوم مثلا 15 20 حسب انت قوه التسويق بتاعتك حجز مكالمه. فبالتالي يكون عندك فريق او عندك اشخاص مسؤولين عن البيع بيعملوا كل يوم مكالمات بيبيعوا العرض بتاعك. فبالتالي انت كده بقى عندك فانل تانية شغاله مع فانل الويبينار اللي انت بتطلعه كل شهر مثلا بتبيع فيه مثلا 3000 4000 5000 دولار. فيما بعد طبعا بتبقى حسب يعني انت بتقدم ايه والجمهور اللي انت عايز تشتغل معاه والكلام ده كله، تمام. فدي الفانل الثانيه فانل المكالمات، ان هو بشكل يومي بيحصل عندك حجوزات للمكالمات وفي اشخاص عندك بيبيعوا العرض بتاعك. وبالتالي طبعا بيكون في عندك فريق لمساعدتك في تنفيذ العرض بتاعك، تمام. سواء تدريب متابعه مساعده للاشخاص، ايا كان العرض بتاعك لازم انت طبعا بتكون عامل له طريقه زي ما بنسميها كده ديليفري، تمام. ازاي اوصل المنتج بتاعي للشخص اللي اشتراه او العرض بتاعي للشخص اللي اشتراه. السيستم الثالث او الفانل الثالثه اللي جنريشن، ان انا يكون عندي ناس بتدخل لي برضه بشكل يومي تعرفني جديده، ناس جديده تعرفني بشكل يومي. ان انا الايكو سيستم دوت مش عدد كفايه ان انا مثلا كل شهر مثلا 200 300 واحد جداد يعرفوني من الويبينار، والمكالمات مثلا كل يوم مثلا
10 20 30 50 واحد يعرفني من خلال المكالمات اللي بنعملها معاه. ولكن في حاجه بقى لازم تكون شغال معاك طول الشهر، فانل اللي هو الليد جنريشن، ان انا بدي مثلا حاجه هديه لشخص، مثلا كتاب، فيديو، بشرح له حاجه معينه، بدي له حاجه هديه. ودي يمكن كلنا شفناها في الفتره الاخيره على انستجرام. سواء انت بتسوق بالمحتوى، ولو ما عندكش محتوى بيوصل لعدد كبير، بتستبدل الطريقه ديت انك انت تعمل اعلان بسعر صغير، مثلا 3 دولار او 5 دولار في اليوم، بيوصل لعدد من الناس، بتديهم هديه. فبتقول له اخر الفيديو، لو انت مثلا شخص مهتم بالحاجه ديت، انا عامل لك مثلا كتاب هيساعدك، اكتب لي كلمه مثلا بي دي اف، وانا هبعت لك البي دي اف في الرسائل. تمام. وبالتالي انا كده قدرت اوصل لعدد كبير جدا من الناس تعرفني بشكل يومي. ودول كله طبعا بيصب في الايكو سيستم. الناس دي بعد كده بيدخلوا معايا مكالمات، بيعلوا علاقتهم معايا، بيحصل عندي ويبينار ببعت لهم، بعرض عليهم بعد فتره من الثقه، بعرض عليهم العرض بتاعي لما بيبدا يدخل في الايكو سيستم بتاعي. الفانل الرابعه ودي اللذيذه والجميله جدا، ودي اللي المفروض تبقى شغاله معاك طول السنه، ولكن الحاجات اللي انا بقولها دي لازم تمشي بالترتيب اللي انا قلته ده. اول حاجه فانل ويبينار، لان اسهل حاجه اجمع بيها ثقه وعدد مره واحده. وبعد كده الكول فانل، وبعد كده التسويق بالمحتوى او عن طريق اعلان صغير اللي هو الفانل الليد. وبعد كده الفانل ال تي او ديت اتكلمنا عنها من شويه، ان انا ببيع كورس مثلا او تحدي او ورك شوب بسعر قليل جدا، ولكن فيه قيمه عاليه جدا. يعني بسعر قليل مثلا 3 دولار، 7 دولار، 9 دولار، 12 دولار، 17، في الحدود دي يعني. في الدول العربيه ممكن يعني يفضل تحت 20 دولار، في الدول الاجنبيه توصل ل 49 دولار واكثر يعني. ولكن احنا وليكن المتوسط مثلا 7 دولار، 9 دولار. تمام، ده الاغلبيه يعني، وحسب طبعا القيمه اللي انت هتقدمها. وطبعا اللو تيكت ديت بتكون حاجه شغاله معاك طول السنه، ما بتاخدش منك اي وقت خالص غير مره واحده بس انت صورت فيها الكورس دوت او التدريب او الورك شوب، بتكون حاجه مسجله وبتبيعها طول السنه. والميزه انها بتمول نفسها بنفسها كل يوم. يعني انت مثلا في اليوم بتحط اعلانات وليكن 50 دولار او 100 دولار، فبيعود عليك ب 200 او 300 دولار. تمام. ليه كمان فيها ميزه كويسه جدا، انك انت تقدر تحط فيها ماكسمايزر، حاجات مثلا زي اوردر بامب، حاجه كده، وانت خلاص بتدفع ال 9 دولار، فبيقول لك ايه رايك تاخد كورس كمان هديه هيساعدك، او متابعه شخصيه معايا، وادفع مثلا 12 دولار اضافيه، او خدمه في اي بي مثلا ب 12 دولار، فبتحجز الاوردر بامب دوت. كمان بعد كده بيعرض عليك عرض اسمه اب سيل، بعد كده في حاجه اسمها داون سيل، بعد كده في كمان حاجه في الاخر بتكون هاي تيكت. هاي تيكت بقى اللي هو العرض الكبير بتاعك، تقدر تبيعه في الاخر برضو في الهاي تيكت، او بتقدر توجههم ان هم يحضروا معاك ورشه، يقدر توجهه يطلع معاك مكالمه. فبالتالي بتوصل عميل من هو عميل ما يعرفكش لدرجه عاليه جدا من الثقه، وبياخد برضو العرض بتاعك اللي هو الهاي تيكت. فالايكو سيستم دوت لازم يشتغل معاك بالتوالي، التوالي يعني ورا بعض، ما ينفعش تبنيه كله مره واحده. مش هتحصل على اي نتائج، وهتصرف فلوس ووقت كبير جدا لو فكرت تعمله كله مره واحده. ولكن بتعمل استراتيجيه من دولت، ولحد ما تنجح مثلا لمده 3 6 شهور، بعد كده بتنقل على الاستراتيجيه الثانيه والثالثه والرابعه. انت ممكن في خلال سنه واحده تعمل الاربع استراتيجيات دولت، وعلى اخر السنه بيكون عندك ايكو سيستم كبير يدخل لك اعداد كبيره كل يوم تعرفك، وناس بتشتري في نفس الوقت. يعني في نفس الوقت عندك مدخلات وعندك مخرجات، يعني ناس كتير جدا كل يوم تعرف عليك لاول مره، وناس كتير برضو بتشتري منك العرض من اي مكان من الايكو سيستم، سواء بقى دخلك عن طريق ويبينار، ممكن بعد كده تبعت له، هو ما اشتريش العرض الكبير بتاعك تبعت له ال تي او العرض الصغير، ممكن تطلع معاه مكالمه، ممكن تدي له كتاب هديه. فبالتالي انت بيكون عندك ايكو سيستم بيكون حوالين حاجه واحده. طيب، طبعا انت ممكن تكون حاسس دلوقتي زي الطفل ده كده بدوش المايه دوت. طبعا بعد المعلومات ديت، وحابب برضه انوه ان في الساعه او الساعه ونص اللي انا قاعدهم معاك مش هقدر اقول لك كل حاجه، مش هقدر يعني اديك اللي هي انا بديك الخريطه او الطريق، ولكن علشان تقدر توصل لنتائج فعليه،
فانت محتاج تمشي في الطريق دوت خطوه خطوه، ويفضل لما تيجي تمشي مع حد في الطريق دوت يكون حد مشي قبلك الطريق دوت، بالتالي علشان تقدر تحصل على نتيجه كويسه جدا. طيب لو الكلام اللي انا قلته دوت حسيت انه فعلا ناسبك، فانا عندي حاجه مخصوصه ليك جدا، خدمه اسمها 7 فيجر فانل على اسم الاستراتيجيه بتاعتنا، هتساعدك تطبق الاستراتيجيه اللي اتكلمنا عنها النهارده خطوه بخطوه، ونوصل سوا لنتائج فعليه. نوصل سوا، مش بديك معلومات واقول لك روح جرب مع نفسك ويا صابت يا خابط، لا، بقول لك نوصل سوا. تمام. طيب ايه الخدمه دي اللي ممكن اقدمها لك؟ اول حاجه هكون معاك واحد لواحد على الواتساب لمده 3 شهور لتنفيذ الاستراتيجيه او السبع اسرار اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده خطوه بخطوه، وكمان تكرارها 3 مرات خلال ال3 اشهر لكي تتمكن من تنفيذها وضمان نجاحها معك. فتخيل انت مثلا اول مره عملتها النتيجه ما كانتش احسن حاجه، فعرفنا ايه المشكله، حسينا، ظبطنا، عملناها المره الثانيه بقت احسن، المره الثالثه بقت حاجه كويسه جدا، فبالتالي انت خلاص عرفت تعملها بشكل احترافي، وبعد كده بقت بالنسبه لك مهاره قويه جدا. تطلع بس كل شهر تعمل لايف ساعتين تقدر تعمل منه مبلغ كويس جدا، وانت كده تبقى مشيت الخطوه الاولى في الايكو سيستم اللي اتكلمنا عنه. تمام. فانت بكون معاك خطوه بخطوه لمده 3 شهور. طيب بنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل في اول شهر العرض بتاعك، العرض الذي لا يقاوم، واقل شيء علشان نشتغل مع بعض العرض دوت لازم يكون ب $200. هتقولي طب انا دلوقتي يعني مش عارف ابيع ايه ب $200 او $300 او $500 او $1000، انا عندي كورس ب 1000 جنيه او ب $20. لا، انا هقول لك احنا مش هنبيع الكورس، احنا هنبيع خدمه متكامله، تدريب شامل ياخد الشخص من خطوه A للخطوه B، يحصل له نتيجه فعليه من خلال هنعمل مع بعض العرض الذي لا يقاوم. يعني انت مثلا عندك كورس او تدريب او استشاره، فهقول لك مثلا هنعمل معاه متابعه شخصيه، هنعمل معاه تشيك ليست، هنعمل معاه مثلا شيت مثلا كده بيمشي عليه او بيحسب حسبه معينه بتساعده في الوصول لهدفه، هتتوفر له مثلا ادوات، هتوفر له مثلا حاجات تعليميه، وكمان انت هتكون متابع معاه خطوه بخطوه مثلا على الواتساب، او تطلعوا لايف كل اسبوع، او متابعه شخصيه ايا كانت. فبالتالي انت هتكون مش بتديله شويه معلومات وخلاص وهو بيطبقها مع نفسه، لا، ده انت بتديله خطوات عمليه بيمشي فيها معاك وبيوصل لهدفه. فاحنا اول حاجه هنعملها مع بعض، هنعمل في اول شهر هنعمل العرض الذي لا يقاوم، وكمان هنعمل حاجه اسمها الميكانيزم او الطريقه الخاصه بيك بما يتناسب مع عرضك. انت دلوقتي علشان تكون مميز لازم يكون عندك طريقه خاصه بيك. يعني انت لو بتبيع كورس ولا تدريب بس، لا، ما هو في كتير زيك، ولكن لما يكون عندك استراتيجيه باسم محدد بفسيولوجيه معينه، هو مش لازم تكون حاجه انت يعني اخترعتها، ولكن هي حاجه موجوده بس انت بتعملها بطريقتك وباسم خاص بيك انت، فريد ليك انت، فبالتالي بتقدر توصل تجذب بيها عملائك انهم يتابعوك. تمام. فاول حاجه بنعمل مع بعض العرض الذي لا يقاوم، الهاي تيكت، اللي هتقدم فيه مساعده للشخص. ثاني حاجه هنعمل مع بعض الميكانيزم او الطريقه الخاصه بك بما يتناسب مع عميلك. القيمه الحقيقيه اساسا للخدمه دي اللي هي المتابعه الشخصيه لمده 3 شهور، وهنعمل مع بعض اول حاجه العرض والميكانيزم، وانك انت خلاص بقيت رجلك على الارض ثابته. فالقيمه دي او الخدمه دي احنا بنقدمها عندنا في الايجنسي ب $1500، ولكن انت مش هتدفع المبلغ دوت. خلينا نكمل. طيب ايه تاني ممكن نقدمه لك؟ هنقدم لك، هنعملها عنك، احنا مش هنقول لك روح صمم الفانل لوحدك، لان انا عارف ان الفانل فيها امور تقنيه كتير جدا، وناس كتير جدا ما بتحبش تعمل الامور التقنيه، وكمان لازم يكون فيها تصميم احترافي، ولازم يكون فيها محتوى يجذب الشخص. فبالتالي احنا بنعمل عنك، بنعمل لك بشكل كامل السيلز فانل، الفانل بالكامل بجميع صفحاته، بالايميل ماركت، بالاوتوميشن بتاعه، بالكالندر، بكل ما يخص الفانل الخاصه بالاستراتيجيه، احنا اللي هنعملها عنك كلها وهنسلمها لك جاهزه.
طيب ايه كمان بيكون في من خلال الفانل دي، بيكون فيها كمان الاوتوميشن اللي هو بيرد على العملاء بشكل آلي. ان هو واحد مثلا سجل بيتبعت له رساله، واحد مثلا حضر الويبينار بيتبعت له رساله، واحد ما حضرش بيتبعت له رساله ثانيه، واحد اشترى بيتبعت له رساله، واحد ما اشتراش بيتبعت له رساله ثانيه، العميل معاك بقى له 6 اشهر وانت عندك حاجه جديده بيتبعت له رساله. فبالتالي بننشئ لك الاوتوميشن دوت، لانه في امور تقنيه كتير جدا وناس كتير جدا بالذات يعني الاشخاص اللي هم عندهم وقتهم مهم جدا ان هو يطور فيه شغله وتدريباته وتعليمه، فما بيكونش فاضي يعمل شغل التسويق او الشغل التقنيه. كمان من خلال الفانل دي هيكون فيها الكالندر اللي هو الحجز المكالمات معاك بما يتناسب طبعا مع مواعيدك يعني. تمام. رقم 5، في كمان هنجهز لك المحتوى البيعي كله والتسويقي برضه كله الخاص بيك. زي ايه مثلا؟ انت دلوقتي هتحتاج مثلا المحتوى الخاص بالصفحات، تمام، واقناعه بالتسجيل. ده ما ينفعش تحط فيه اي كلام، لا لازم كلام يجذب العميل ويفهمه هو هيحصل على ايه وان هو هيشوف ايه والكلام ده كله. فالكلام دوت لازم، المحتوى ده لازم يتحط بعنايه. فاحنا اللي هنعمل لك المحتوى دوت. كمان هنعمل لك الايميل ماركتنج او الرسائل الخاصه بالمتابعه على الايميل والواتساب. كمان هنعمل لك 3 سكريبت فيديو للاعلانات بزوايا مختلفه. 3 سكريبت، مش هنصور لك الفيديو، احنا هنديك السكريبت جاهز انت بتصوره على طول بزوايا مختلفه. يعني 3 سكريبت ب3 زوايا مختلفه. احنا قلنا علشان نستهدف العميل لازم يكون في زوايا مختلفه، مثلا زاويه الالم، زاويه الاهداف، زاويه المشاكل، زاويه الحلول، الكلام ده كله. كمان بنديك فيديو او زي ميني كورس برضو كده لشرح عمل الاعلانات الخاصه بالاستراتيجيه على الفيسبوك وانستجرام، بس بشكل عملي. احنا النهارده خدناها بشكل نظري، ولكن الكورس دوت او الميني كورس دوت هيقول لك عليها بشكل عملي، يعني تمشي معاها خطوه بخطوه. هتلاقي نفسك عملت اعلان ناجح ويجيب معاك نتيجه يعني. كمان هنديك ميني كورس عن عناصر الويبينار وكيفيه عمله بنجاح. انا دلوقتي ما هواش الويبينار هطلع اقعد ساعه ونص او ساعتين مع الناس اتكلم في اي حاجه وخلاص، لا ده في 13 عنصر للويبينار لازم اكون فاهمهم، لازم اكون مرتبهم في البرزنتيشن بتاعي، وازاي اقدر اعمله بنجاح علشان اقدر اطلع منه بنتيجه كويسه كاضافه قيمه للاشخاص، وعدد كبير من الاشخاص يثق فيا ويستفاد مني فعليا، وكمان عدد منهم يقدر يشتري العرض بتاعي. تمام. في كمان هتاخد السكريبت بتاع المكالمات البيعيه الناجح، يعني السكريبت اللي هتتكلم بيه مع العملاء بتوعك. طيب هو السعر الاجمالي للخدمات اللي احنا قلناها ديت، سواء خدمه المتابعه الشخصيه لمده 3 شهور، وهنعمل لك العرض، وهنعمل لك الميكانيزم بتاعتك، وكمان الفانل والكلام ده كله، والمحتوى اللي هنقدمه لك. الخدمه دي فعلا اقل شيء بره ب 2900 دولار او قيمتها الحقيقيه. انت لو دخلت دلوقتي على ابورك وسالت على كل خدمه من اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، هتلاقي الاجمالي بتاعهم معدي الرقم دوت. تمام. لكن يعني الناس اللي معايا النهارده طبعا مش هيدفعوا الرقم دوت، هيكون ليهم معامله ثانيه خالص. طيب بس خليني اوضح لك شيء قبل ما اقول لك السعر الحقيقي للعرض بالكامل اللي انا قلت لك عليه، اللي هو المتابعه الشخصيه معايا 3 مرات على مدار ال3 شهور وكل اللي قلناه. بس خليني اوضح لك شيء. اذا فعلا ساعدتك فقط على اني اعمل معاك متابعه شخصيه وتوفير شهور او حتى سنين من التجربه والخطا لما تجرب لوحدك، وناس كتير استغرقوا الوقت دوت في سنوات علشان يقدروا يوصلوا من الخبره دي، فانا لما اوفر عليك الكلام ده كله وتمشي معايا الطريق وتوصل لهدفك في اقل وقت ممكن، فهل يستحق ذلك 2900 دولار ولا لا؟ هل لما تمتلك سيستم بيعي بتصميم احترافي بيبيع لك كل يوم وانت نايم بشكل آلي، هل يستحق ذلك 2900 دولار ولا لا؟ تسليحك بالمحتوى وعناصر الويبينار والسكريبت البيعي وطرق المتابعه الصحيحه لتحسين فرص الاغلاق والرد على الاعتراضات، هل يستحق ذلك 2900 دولار ولا لا؟ انا فعليا لو كان زمان قال لي ادفع الرقم دوت ونوفر عليك الوقت من التجربه والخطا دوت، كنت دفعته من زمان. وكان زماني ليه؟ لان انا ممكن اعمل اول ويبينار احقق فيه الرقم ده اساسا. فتخيل انا بعد كده بقى معايا مهاره بقدر اعملها كل شهر او كل اسبوعين وبتجيب لي الارقام ديت. ف ان انا استثمر في نفسي، فدي حاجه يعني دلوقتي فعلا اللي ما بيستثمرش في نفسه استحاله يتقدم يعني.
فانا من زمان كنت اتمنى الصراحه ان انا يعني اوفر على نفسي الوقت ده كله. لكنك في الاخر انت مش هتستثمر المبلغ اللي انا قلت لك عليه دوت اللي هو 2900 دولار، لا، ولا حتى نص المبلغ دوت، ولا حتى ربعه اللي هم 725 دولار. طب انت ممكن تدفع كام علشان تقدر تحصل على العرض ده بالكامل؟ المتابعه الشخصيه معايا، والفنل البيعيه بالكامل، وتقريبا انا موفر لك كل حاجه آه تساعدك انك انت تحقق الاستراتيجيه دي على ارض الواقع. كمان التجربه هنجرب مع بعض 3 شهور لحد ما توصل لاحسن نتيجه وافضل آه يعني هدف ليك. تمام. فانا هنا موفر عليك حاجات كتير جدا. طيب خلينا نقول كده اللي عنده متخيل رقم معين ممكن يقوله. طيب خلينا نكمل. طيب الآن يمكنك البدء بدفعة واحدة فقط ب 199 دولار، وهتحصل على كل اللي احنا قلناه دوت بدل من 2900 دولار. والسعر ده متاح فقط ل 10 اشخاص فعليا، لاني علشان اقدر اوصل ل 10 اشخاص دول من النتيجه ما ينفعش ازود عنهم. انا باخد 10 اشخاص بس في الشهر بشتغل معاهم. فال 10 اشخاص دول كمان ممكن يخلصوا كمان ساعتين، لان السعر ده فعلا لوحده لو قارنته ممكن ما مش تمن ان حد يعمل لك عرض، مش تمن ان حد تدخل معاه استشاره مثلا ممكن ساعه واحده مش 3 شهور، مش تمن مثلا ان حد يقول لك مثلا افضل طريقه تعمل بيها ميكانيزم للوصول آه، للهدف بتاعك. تمام. او العرض بتاعك يعني. تمام. فالسعر ده متاح فقط ل 10 اشخاص بس. للاسف مش كل الناس هتنفع للعرض دوت، او هيكون في شروط لقبول الناس اللي هشتغل معاهم في العرض دوت. طيب الشروط ايه هي؟ هما في 3 شروط اساسيه. اذا انت متوفر فيك ال3 شروط دولت حضرتك هتشرفني بالتواصل معايا على الواتساب. طيب ايه هو اول شرط؟ لازم يكون عندك في برنامج تدريبي جاهز جاهز، يعني مش لسه عندك فكره وعايز تجهزها وعايز تصورها، لا، يكون عندك برنامج تدريبي جاهز. وفي نفس الوقت البرنامج التدريبي ده يكون هادف، يعني بياخد شخص يعني من خطوه لخطوه ثانيه. تمام. او طبعا عندك خبره كبيره في مجال محدد انت اشتغلت فيه على مدار السنوات اللي فاتت، او عندك مهاره محدده وتقدر تقدم الخبره او المهاره دي بشكل استشاري لمساعده الاشخاص في حل مشكله عندهم. تمام. ده اول شرط. تمام. علشان بس لو واحد لسه اساسا هو مش عارف هو هيعمل ايه، فده العرض ده مش هيكون مناسب ليه. تاني حاجه ان يكون عندك وقت لتنفيذ العرض الخاص بيك، زي اللي هتعمله مع المتدربين بتوعك، المتابعه والدعم وبناء مجتمع مهتم بيك لان الحاجات دي شيء اساسي لعمل العرض الذي لا يقاوم. لازم يكون عندك دعم، لازم يكون عندك وقت بتديه للمتدربين بتوعك. وحوالين هذا هنقدر نعمل عرض لا يقاوم بما يتناسب مع شغلك او بما تقدمه. ثالث حاجه انك انت تكون جاهز للاستثمار في نفسك والبيزنس بتاعك من خلال عمل اعلانات مموله والادوات اللي هتحتاجها. ليه؟ لاني ما ينفعش نيجي نجهز لويبينار وتيجي تقول لي انا هنشر آه يعني هعمل دعايه مثلا اورجانيك مثلا، او على الجروبات بتاعت الفيسبوك او على الواتساب ببعت لناس وحاجات زي كده. الحاجات دي بتاخد وقت. هي الحاجات دي مفيده وكل حاجه، ولكن بتاخد وقت. ولكن لو انت جاهز للاستثمار في نفسك، او تقدر تعمل اعلانات مموله وتقدر تشتري الادوات اللي هتساعدك علشان تنفذ الاستراتيجيه ديت اللي هنمشيها مع بعض خطوه بخطوه لمده 3 شهور، وهننفذها مع بعض 3 مرات علشان تتاكد من نجاحها واتقانها، وتكون مهاره عندك اساسيه. تقدر بعد كده كل شهر انت وقت ما تتزنق في فلوس تطلع تعمل ويبينار، هتلاقي نفسك بتجيب مبلغ كل شهر كويس جدا. تمام. كمان الناس اللي هتكون الاوائل في البرنامج دوت في اخر 3 شهور احتمال يعني اعمل مسابقه كده اخد منهم 1 أو 2 أو 3 حد اقصى، اطلعهم للاستراتيجيه اللي بعدها الكور فانل. وممكن يكون يعني في المسابقه دي يطلع حد بشكل مجاني كمان تماما علشان يدخل معايا البرنامج الثاني اللي هو الكور فانل. وبرضه دوت هياخد حوالي 3 شهور. وممكن ابقى يعني بعد فتره ابقى اعمل لكم ويبينار او ماستر كلاس عنه زي كده. تمام. فانت لو متوفر فيك ال3 شهور دول تقدر تشرفني او تتواصل معايا على الواتساب. تمام. كمان تسهيلا، لاني عارف في ناس لسه بتبتدي، لسه ما باعتش لحد دلوقتي ولكن عندها
برنامج هادف وتدريب جاهز وعندها كل حاجه، ولكن ممكن ما يكونش معاها متاح سيوله تبدا على طول بالعرض دوت، رغم ان اللي هو العرض سعره فعلا يعني لا يذكر. فانا برضو عامل تسهيل اكتر، تقدر تدفع المبلغ $99 شهريا لمده 3 شهور، بدل ما تدفع مره واحده $200 او $199. تمام. لو جاهز تبدا دوس على اللينك اللي هبعته لك دلوقتي في الشات، وهتكلمني على الواتساب علشان اعرف حالتك وتفاصيل عنك، واشوفك لو مناسب للتدريب اللي هنبداه مع بعض دوت، او البرنامج بتاعنا دوت. فبالتالي نبدا من شهر 8 باذن الله. تمام. فانا هبعت لكم دلوقتي اللينك الواتساب بتاعي. ده لينك الواتساب بتاعي، بحيث الجاد فعلا وشايف الشروط متوافقه معاه او جاهز فعلا يطبقها. تمام. طيب، انت دلوقتي قدامك طريقين. الطريق الاول انك انت تمشي، انا اديتك خريطه الطريق، اديتك معلومات تفهم منها انت ممكن تعمل ايه في حياتك، ولكن انت هتقدر تيجي تجرب مع نفسك. هتاخد منك وقت كبير جدا في التجربه والخطا، وهتدفع برضه فلوس على فكره في شراء ادوات وفي عمل اعلانات بشكل خاطئ وتخسر فيها، وتجرب مره ثانيه وثالثه، هتعمل حاجات كتير جدا، وهتاخد منك وقت كبير جدا، ويا عالم النتيجه ممكن توصل ليها لامتى. الطريق الثاني انك انت بتمشي مع حد هو مشي الطريق ده من قبلك، بتمشي معاه بخطوات محدده وبهدف واضح، فبالتالي بتوصل معاه بنتيجه اسرع وبنتيجه قويه. تمام. وانت في تلك الحالتين يعني هتدفع كده كده، سواء انت جربت لوحدك هتدفع برضه وقت ومجهود وفلوس، او بتوفر على نفسك وبتقدر تحصل على البرنامج التدريبي الشامل وكمان خدمي. يعني في خدمه بنقدمها لك اللي هي احنا بنقول لك احنا اللي هنعمل عنك كل حاجه، يعني كفايه عمل السيستم ده لوحده فعليا. اقل شيء علشان تخلي حد يعمل لك سيستم بره دي $1000. وادخل على مواقع العمل الحر، او ادخل تواصل مع شركات ايجنسي، او ادخل تواصل مع ناس بيقدموا خدمات الفانل، وشوف الفانل سعرها كام. اينشتاين بقول لك يعني من الجنون ان انا افعل نفس الشيء مره بعد الاخرى واتوقع نتيجه مختلفه. فانا كده خلصت، وانا معاكم لو في اي سؤال او استفسار لمده يعني من 5 دقائق او 10 دقائق. لو في اي سؤال انا معاكم، ويعني لو في اي سؤال انا معاكم، ممكن تبعتوا لي على الشات، او ممكن يعني بالتنسيق مع استاذ عبد الله حد يفتح المايك ويسال سؤال. فهل في اي سؤال؟ في اي سؤال؟ حد حابب يسال في اي حاجه؟ طيب، انا كده خلصت، وكنت سعيد جدا بوجودي معاكم. بس هبعت لكم الاول ملف الاستراتيجيه اللي وعدتكم بيه قبل ما نقفل. هبعت لكم حالا ملف الاستراتيجيه. لحظات. دي الاستراتيجيه دي هتقدر يعني تبقى مرجعيه معاك، فيها ال7 خطوات او ال7 اسرار. بتقدر يعني يعني ترجع لها في اي وقت لو انت حسيت انك انت يعني ناسي حاجه، او حابب تطبق مع نفسك، او حابب تعمل اي حاجه. فهتلاقي الاستراتيجيه دي وفيها شرح اكتر بكتير يعني من اللي احنا اتكلمنا فيه، لاني طبعا الوقت معانا بيكون محدود، ففي حاجات كتير جدا ما قدرناش نقولها. فبالتالي الاستراتيجيه هيكون فيها حاجات كتير جدا تقدر تساعدك. وكمان يعني انا موجود معاكم على الجروب، اللي حابب يسال اي سؤال او استفسار اقدر اساعده. وكمان هبعت لكم لينك الجروب للناس اللي مش منضمه للجروب، بحيث لو جالها اي سؤال او استفسار في اي وقت. في سؤال استاذ عبد الله؟ من فضلك انا رافعه ايدي. دكتور مها معاك. اهلا بيك يا فندم. انا حضرتك كاتب لينك على على الشات ولينك تاني بعديها. بحاول ادوس عليها عشان تتفتح، عشان ادخل عليها واسيبها. ما بتتفتحش خالص يعني. فازاي اخدها كوبي بيست على وافتحها، ولا اعمل ايه؟ حضرتك بتاخديها كوبي
يعني بتعملي لها بيست في اي مكان بتقدري اه تفتحي منها، يعني لكن انت هي مش بتفتح لوحديها يعني. لا مش اوكي. كليبل، مش كليبل، طيب. فبتقدري طيب حضرتك ده. شكرا ده لينك. جدا، ميرسي ميرسي. العفو جدا لحضرتك، ده لينك الواتساب تاني، اي حد محتاج يتواصل معايا بياخدوا كوبي وبيحطوا بيست على اي متصفح بيفتح معاه على الواتساب بيقدر يوصل معاه. وملف الاستراتيجيه هتلاقي برضو فيها طرق تواصل لو حد حابب يتواصل معانا من خلال الفايل بتاع الاستراتيجيه. تمام، كنت سعيد جدا ان انا موجود معاكم، وبشكركم جدا على الحضور، واتمنى ان شاء الله اشوفكم في مرات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.